في قناة جنة الكروشيه. كنا اتكلمنا في فيديو سابق عن أسطر البداية الخاصة بالتريكو، ازاي تعملي سطر البداية. وقلنا ان الأسطر دي في أنواع متعددة عشان تبدأي بسطر البداية بتاع أي مشروع تريكو انت عايزة تعمليه. هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. وفي طريقة تانية أنا شفتها حابة إن أنا أوصلها لكم. أنا بحب حقيقي ربنا يعلم أما بعمل ببحث وبعرف حاجة جديدة، أو بالنسبة لي على الأقل يعني حاجة جديدة أحب أعرفها وأوصلها لعلها تكون خير أي حد ينتفع بيها إن شاء الله. فكنت اتكلمت عن طريقة سابقة بتدي شكل جمالي وفي نفس الوقت بتدي مرونة. برضو المرة دي في طريقة لقيتها من بحثي، برضو هو فيديو أجنبي، أما جربتها لقيت شكلها جميل حقيقي وسهلة، مش هتلاقوا فيها أي صعوبة بأمر الله. الطريقة دي بتعملي بيها برضو سطر البداية لأي مشروع انت عايزة تعمليه. ممكن تعملي بيها أستك بلوفر، أستك بلوزة، جاكيت، أستك مثلا طاقية. يعني هتلاقي لها حاجات متعددة. أنا أما شفته لقيته على أستك معمول لركبة، وإحنا عارفين البرد اليومين دول، فمنتشر قوي موضوع الركب اللي هي صوف اللي بتدفي الركبة، بتتعمل وحاجات خاصة بالإيد كده بالرزغ. فلقيتها خاصة بركبة المصممة عاملاها ده الأستك بتاع الركبة، وبعد كده طلعت بغرزة تانية. أنا حبيت أوريكم طريقة البداية أما عرفتها، وإن شاء الله بأمر الله هعمل بيها ركبة وهبقى أعمل فيديو بيها. أنا كنت عملت واحدة برضو، هحاول بأمر الله إن أنا أعملها، والاتنين أسهل من بعض بأمر الله. إحنا عارفين إحنا بنبدأ الأول عادي كده أهو. الطريقة المعتادة إن أنا بجيب الخيط كده على إيدي وبجيب الإبر أهو. أنا بجيبها كده أهو، الإبرتين بتوعي. أما ببدأ على إبرتين بجيب الخيط بالطريقة دي على إيدي وبنزل كده أهو زي ما شفنا، وبدخل يعني بالشكل ده كده أهو كده أهو، وبحط إيدي كده على الفتلة دي وبدخل من الحلقة كده وأجيب التانية واطلع من الحلقة. وبالشكل ده انا بعمل الغرز بتاعتي وابدا اعد الغرز اللي انا عايزاها. هنعتبر نفسنا ان احنا عملنا الغرز دي كده على الابرة، وهنبدا لان هي خلاص بقت الطريقة معروفة. هنبدأ بقى في شكل الأستك اللي أنا عايزة أعمله. إحنا عملنا سطر البداية بالطريقة المعتادة، إنما ده أستك لأي حاجة أنت بتعمليها. زي ما قلتلك في بداية الفيديو، إحنا السابق عملنا طريقة إزاي أنا بعمل، يعني في فرق بين الاتنين فيديو. الفيديو السابق إزاي أنا بعبي الغرز بتاعت البداية وتديني شكل جمالي ومرونة. المرة دي أنا عملت الغرز بالطريقة المعتادة، ولكن حابة أوريكم الأستك اللي هو هتشتغلي بيه المشروع بتاعك. فأنا هنا عبيت الغرز بالعدد اللي أنا عايزاه، لأن أنا زي ما قلت لكم هعمل بأمر الله ركبة. فأنا بدأت على 70 و72 غرزة، 71 غرزة. بعمل واحدة عدل وواحدة مقلوب، بعمل غرزة عدل وغرزة مقلوب. ولكن الغرزة العدلة بعملها بطريقة أو شفتها بطريقة مختلفة شوية. أنا هنا بدأت السطر أهو عدل مقلوب عدل مقلوب عدل مقلوب اهي. وصلت أنا هنا الغرزة العدل، هاجي أعمل المقلوب ما فيهاش أي مشكلة أهي. بعمل كده
وبجيب الفتلة كده، يعني الإبرة اليمين فوق الإبرة الشمال، واجيب الفتلة كده واعمل بالطريقة دي كده واطلع بالحلقة. بنزل تحت الخيط. باجي بقى الغرزة العدل انا هعملها ازاي؟ كل غرزة احنا عارفين لها ضلع امامي وضلع خلفي، فانا هنا هاجي عند الضلع الخلفي كده وهدخل فيه، والمفترض ان انا بجيب الفتلة كده والفها حوالين الابرة واطلع فوق واطلع بيها. لا، انا هعمل ايه؟ هجيب الفتلة كده على الابرة كده من فوق وهنزل بيها وهطلع بالغرزة العدلة. تمام؟ نكررها تاني. بعد كده في غرزة مقلوب اهي، مقلوبة عادية خالص انا بعملها عادي تماما، وبرجع تاني بنزل بالخيط تحت الابرة. هيقابلني الغرزة العدلة. العدلة في ضلع امامي وفي ضلع خلفي، انا بدخل في الضلع الخلفي كده، وبدل ما بجيب لفة الخيط من تحت لفوق كده، لا بجيبها كده من فوق لتحت واروح طالعة بيها، وارجع تاني اعمل الغرزة المقلوبة اهو. المقلوبة عادي ما فيهاش اي مشكلة، وبنزل بالخيط واجي على الغرزة الامامية اهي، بدخل في الضلع الخلفي كده من ورا، وبجيب الخيط بتاعي كده اهو، كده اهو الخيط اهو، بجيبه كده اهو من فوق لتحت الابرة وبطلع بيها، ارجع الخيط تاني فوق الابرة وبدخل اعمل الغرزة المقلوبة اهو. المقلوبة عادي ما فيهاش اي مشكلة. الغرزة التانية بجيب الخيط بقى كده واجي على الغرزة العدلة، بدخل في الضلع الخلفي كده واجيب الخيط بتاعي من فوق لتحت، انزل بيه واروح طالعه بالغرزه العدله. بلاقي ان الغرزه العدله بتديني زي حرف زجزاج كده، اما بتطلعي بالشغل بتلاقيها جايه حرف زقزاق بالشكل ده. ده بيدي في نهاية بعد ما بتعملي الاستك مثلا بتوصلي بيه 5-6 سنتي، بيديكي شكل جميل ومرن في نفس الوقت. هي الغرزة واحدة عدل واحدة مقلوب زي ما قلت لكم، ما فيهاش اي مشكلة. الغرزة المقلوبة اهي بعملها عادي اهو. اما الغرزة العدلة بجيب الفتلة من تحت، بدخل في الضلع الخلفي اهو، وبجيب الخيط من فوق لتحت وبطلع بيها، ارجع تاني الخيط فوق الابر، اعمل الغرزة المقلوبة بتاعتي، انزل تحت، ادخل في الضلع الخلفي كده اهو من فوق لتحت واطلع بالابرة اهو. بدخل المقلوبة عادية ما فيهاش اي مشكلة، انزل تاني ادخل في الضلع الخلفي الف كده واطلع. احنا هنا لو لاحظنا بقى لما هتيجي تشتغلي وتعرفي تدققي شوية في الشغل، هتلاقي الغرزة المقلوب مش معدولة، هتقدري تميزي بين المقلوبة والعدلة. يعني انا مثلا المقلوبة اهو المعتاد اهي بتبقى بالوضع ده كده اهو، الضلع قدامي اهو والكوبري ده والضلع التاني من ورا. لا، في النوع من الشغل ده بلاقيها بالعكس، ده بالنسبة للمقلوبة. اما بالنسبة للعدل الغرزة العدلة بلاقي ان هي لها حرفين اهو، بلاقي واحد ظاهر قدامي والتاني مدفون تحت شوية. تمام كده؟ فانتي مع ممارسة الشغل هتقدري لو سبتي الشغل مثلا من ايدك هتقدري اما تحبي ترجعي له تاني هتقدري تميزي الغرزة دي يا ترى عدل ولا مقلوب. انا بالنسبة لي فهمت خلاص اهي دي مقلوبة، فانا هروح جايبة الخيط كده. ليه بقى؟ عشان الضلعين مش في الوضع الطبيعي بتاعهم، لا معكوسين. اروح شايلة كده واعمل المقلوبة وانزل الخيط. دي بقى غرزة عدل. ليه بقى؟ اولا عطياني شكل سبعات اهي زي حرف زقزاق بالشكل ده، غرزة عاملة زي الزجزاج، وفي نفس الوقت في الضلع فوق والضلع التاني اهو زي ما احنا شايفين مدفون من تحت. فهروح جاية داخلة دي عدلة، هدخل في الضلع الخلفي كده والخيط اهو، انزل الف كده وانزل واطلع بيه. ده حاجة من خلال اهي، بصوا العدل المقلوبة شكلها ازاي اهو، دي حاجة من خلال ممارستك انت هتقدري
تفهميها وتشوفيها وتلاحظيها اهي. دي غرزة عدلة، يبقى على طول ادخل من ورا كده واجيب الخيط كده واطلع بيها. هي الفكرة سهلة وما فيهاش صعوبة، هي عايزة بس تركيز وممارسة، تقدري تفهمي وتميزي ايه الفرق بين الغرزة العدلة والغرزة المقلوبة. اللي جاية اهي عدلة اهي، بدخل في الضلع الخلفي منساش، واجيب الفتلة من فوق كده والف بيها وانزل لتحت، واروح طالعة بالغرزة بتاعتي، ارجع الخيط فوق الابرة اهي المقلوبة اهي. حتى الكوبري بتاعها هنلاقيه واسع شوية غير الوضع الطبيعي بتاع الغرزة المقلوبة. الغرزة المقلوبة اوريها لكم تاني اهي، ده الوضع الطبيعي بتاعها اهو. ملاحظين الفرق؟ اما باجي بقى برجعها تاني في وضع الشغل اللي انا بشتغل بيه اهو، في اختلاف. اروح داخله كده في الضلع الامامي واجيب الخيط كده واشتغلها مقلوبه. الاختلاف في الشكل لكن مش في طريقه العمل، طريقه العمل هي واحده، الاختلاف بس في الغرزه العدله ان انا بدخل في الضلع الخلفي كده واجيب الخيط من فوق لتحت واطلع بيه، اطلع بالغرزه اهي. ادي دي غرزه مقلوبه اهو، بعملها انزل الغرزة العدلة كده اهو، وافضل ماشية لغاية لما اخلص السطر بتاعي وارجع تاني على الظهر بتاع الشغل. نفس النظام اللي انا بعمله هنا هعمله في ظهر الشغل، هنا الوش زي الظهر بالظبط ما فيهوش اي اختلاف اهو. انا بشتغل واحدة مقلوبة وواحدة عدلة من الضلع الخلفي، والف الخيط كده واطلع بالغرزة بتاعتي، ارجع تاني فوق اشتغل المقلوبة اهي كده، انزل تحت الابرة ادخل في الضلع الخلفي واعمل الغرزة بتاعتي. ده اهو كان الشكل بتاع الغرزة ده اهي، الوجه ليا، وادي بداية الشغل اهو الفتلة اهي، يعني ده الوجه بتاع الشغل قدامي. نيجي في الخلف اهو نفس الشكل، ادتني نفس الشكل. عشان كده هي بس عايزة شوية تركيز، تقدري تميزي بين العدلة والمقلوبة. لو سبتي الشغل وحبيتي ترجعي له تاني بتديكي العدلة حرف الزئزاق، وزي ما قلت لكم اهو في ضلع واضح فوق عالي والضلع التاني تحت مدفون شوية. المقلوبة مقلوبة زي ما احنا عارفين. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، فيديو سريع كده اهو، لعل يكون فيه إفادة إن شاء الله. إزاي نعمل أستك لأي مشروع أنت عايزاه بطريقة سهلة، ويدي شكل جمالي برضو في نفس الوقت، ويدي مرونة في العمل بتاعك، بحيث في النهاية القطعة اللي انت بتشتغليها تبص تلاقيها قطعة مميزة. وطبعا لما بتيجي في النهاية اللي لما بتيجي تفنشي الشغل بتاعك، اللي بيدي جمال ورونق للقطعة بتاعك ان انت بتعملي لها بلوكينج، يعني ان انت بتفرديها مثلا، مش شرط على اللوح الفرد الخشب، ممكن بتشبكيها على حتة فل وبالدبابيس العادية خالص بتثبتيها والبخار يبقى عليها وتسيبيها لما تنشف. هتبصي تلاقي الطريقة دي بتغير شكل القطعة بتاعتك وبتديها شكل جميل جدا. لو انت ربنا ييسر للجميع يا رب، مثلا بتربحي من العمل بتاعك او كده، بتلاقي شغلك مميز وبأمر الله يكون مطلوب وربنا يرزق الناس جميعا. ده كان فيديو النهاردة، أرجو يكون فيه إفادة. إن عجبكم الفيديو برجاء عمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. ألقاكم على خير في فيديو آخر من فيديوهات قناة جنة الكروشيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.